انا بفكر اشتغل في الطواجن دي واطلعها اوردرات بجد، عشان الناس كلها تدوق الجمال ده. المره دي انا ضفت ليها مكونين خلوها في حته تانية خالص. تعالوا نشوف عملناها ازاي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف طريقتنا. اي كميه بطاطا عندك اغسليها، قشريها، قطعيها مكعبات بالشكل ده زي ما انت حابه، وهنسلقها بالطريقه العاديه خالص، بس ما تزوديش طبعا الميه في السلق بتاعها، وقطعيها صغير عشان تتسلق معاكي بسرعه. فضيها كده في الحله بتاعتي، والكميه دي حوالي مثلا يا جماعه قولوا 2 كيلو. حط عليهم كوبايه ميه واحده بس وارفعها على العين البوتاجاز. اول ما تغلي ههدي النار واغطي الحله واسيبها مع نفسها تستوي. ممكن تاخد تلت ساعه ولا حاجه على النار لحد ما تستوي معايا، بتبقى بالشكل ده. هبتدي ان انا ههرسها وهي سخنه باي هرسه، يعني ظهر كده كوبايه اي حاجه، المهم ان انا بهرسها كويس جدا جدا وانعمها خالص وهي سخنه علشان تتهرس معايا بسهوله زي ما انتم شايفين. هضيف عليها ايه؟ هضيف عليها السكر. والسكر هنا انا مش هقول انا حطيت قد ايه، لان كل بطاطا وليها سكرها وكل واحد وليه ذوقه في السكر. فانا حطيت الكميه اللي تناسبني، حطيت نص كوبايه على 2 كيلو مثلا بطاطا. وهنزل عليهم بمعلقتين كبار من الزبده او السمنه، ده او ده، الاتنين مفيش مشكله منهم خالص، بس انا بحب الزبده اكتر مع البطاطا. قلبت الكلام ده كله، الزبده مع السكر مع البطاطا، لحد كده الموضوع سهل وبسيط، مفيش اي مشكله خالص. برضو كميه السمنه او الزبده انتي برضو بتزودي بتقللي براحتك. هنزل عليهم بكوبايه حليب، هقلب الكلام ده كله. والحليب هنا برضو انتي بتحدديه حسب كميه البطاطا بتاعتك، يعني ممكن لو كميه البطاطا قليله ما تكملش معاكي كوبايه. انا البطاطا عندي كتيره شويه فحطيت كوبايه، براحتك برضو، انتي بعينك هي اللي بتحكم. والمكون الاول بقى اللي فرق معايا جدا هو الباستري كريم. حطيت معلقتين كبار هرميين من الباستري كريم على الكميه دي. ممكن كمان نزود، ممكن تخلوها معلقه لو الكميه اقل، بس عشان كانت كميه كتير كبيره عندي فحطيت معلقتين هرميين. المكون التاني دوبت معلقتين كبار هرميين من الكاسترد في نص كوبايه من الحليب تاني، وقلبت الكلام ده كله على بعض. الكاسترد اداني طعم احلى من النشا عشان تبقوا انتوا فاهمين، وطبعا رشه الفانيليا دي في الاخر. بديل الكاستر النشا، بس ايه الاحسن؟ لا الكاستر كان طعمه حلو جدا جدا، فرق معايا. جربوه وهيعجبكم. يبقى المكونين اللي انا حطيتهم النهارده اضافه هو الباستري كريم، وده بيتباع عند اي محل حلواني او اي محل خامات او عند اي عطار. بتجيبي الكميه المناسبه ليكي، حطي منه معلقتين كبار هرمين، ممكن تزودي كمان. انا بس عشان كنت اول مره احط فكنت كتجربه كنت خايفه، انما ممكن نزود على فكره اكتر من كده. المهم انا عملت الطواجن بتاعتي، دهنتها دهنه زبده بسيطه، وعبيت كل الطواجن بالشكل ده، وظبطت السطح بتاع البطاطا، وقمت حاطه على الوش كل طبق معلقه من القشطه. ودخلت الكلام ده الفرن حراره 200 رف اوسط لحد ما احس ان البطاطا بتغلي غلوه محترمه وياخد وش جراتان كده تحفه. الشكل يتكلم، الطعم ملوش حل ملوش حل ملوش حل. رائعه الجمال، فظيعه، ريحتها وطعمها تحفه. انا كلتها وهي دافيه، رهيبه يا جماعه، رهيبه 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 بجد بجد. لازم تجربوا الوصفه ان شاء الله هتعجبكم، مغذيه جدا لولادنا. وده فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. اشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد ووصفه جديده. اي سؤال اي استفسار اكتبوا لي في الكومنتات، وانا بامر الله تعالى هرد على حضراتكم واشوفكم على خير. شكرا لكم، مع الف سلامه.